الناس اللي تعرفني كويس تعرف ان انا جوزي مش بيعجبه حاجة بسهولة ابدا، ومش من النوع اللي بيبدي اعجابه بالحاجة بسهولة. يعني يوم ما يقول على حاجة حلوة ده يبقى يوم عظيم جدا. فتخيلوا لما يقولي ان دي احلى شاورما اكلها في حياته، وان لا يمكن يبقى في شاورما في الدنيا احلى من كده. تخيلوا بقى كان طعمها عامل ازاي. ومن جمالها قال لي دي الاكله اللي انا عايزه كل اسبوع، فانا عملتها الاسبوع اللي بعده بتعديل في عيش التورتيلا وطلع روعه المره دي. تعالوا بينا نشوف عملنا ايه. جبت كيلو من اوراق الفراخ المخليه. الشاورما باوراق الفراخ يا جماعه بتبقى رائعه، احلى من الصدور كتير، لان الاوراق اطرى وجوسي اكتر، فبتديكي طراوه في الشاورما رائعه ومش بتنشف معاكي. ببدا ان انا اقطع الورك بتاعي نصين زي ما انت شفتي، وابدا اقطعه لشرايح رفيعه. هقطع الكميه كلها بتاعتي، وهجيب نص كوبايه من اللبن، هحط عليها معلقه من الخل وهقلبها فهتتحول لزبادي. هحط عليها معلقه من الثوم المفروم وهقلبها، وشويه من دبس الرمان، وهنقلب ده كله مع بعضه كويس قوي. وهحط بقى التوابل دي، هتلاقيها مكتوبه قدامك دلوقتي على الشاشه. التوابل دي اللي انا استخدمتها، طبعا التوابل المشكله دي تستخدمي اي بهارات مشكله عندك، 7 بهارات 11 بهار، اي توابل مشكله انت عاملاها استخدميها. تبلت الفراخ بتاعتي في التتبيله اللي انا عملتها دي. طبعا يستحسن ان انت تتبليها على بيات. طيب لو ما تبلتيهاش على بيات يبقى قبلها بساعتين على الاقل، وتغطيها وتسيبيها على جنب. تعالوا بقى نشوف عيش التورتيلا عملنا ايه. نص كيلو دقيق، ونص معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره من الزبده السايحه، وكوبايه ميه. حطيت الدقيق بتاعي ورشه الملح والزبده عليهم، وحطيت الميه بس ما حطيتش الكوبايه كلها، نقصت منها شويه. وهنزل بالميه بتاعتي بالراحه كده على حد ما العجينه بتاعتي تلم زي ما تاخد معايا، لان طبعا نوع الدقيق بيفرق من نوع للتاني. هبدا الاقيها بتلم كده، ما تزوديش بقى ميه، هي هتلم كده مع نفسها. علشان اتاكد ان هي الميه بتاعتها مظبوطه، هوقف العجان وهبص، هلاقي العجينه طريه بس محتاجه تتخدم. هشغل عليها العجان تاني 5 دقايق 7 دقايق حسب العجان بتاعك، لحد لما ناخد عجينه ناعمه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هلمها كده كويس واقفلها من تحت، وهحطها في طبق مرشوش بشويه من الزيت، وهغطيها وهسيبها ترتاح. العجينه دي ما بتتخمرش، وما فيهاش خميره يا جماعه، وما فيهاش بيكنج باودر، وما فيهاش اي حاجه. غطيها بس بكيس بلاستيك كويس علشان ما تنشفش منك. هبدا ان انا اقطعها ل10 قطع متساويه، وده طبعا بعد ما ترتاح 10 دقايق. لو انت هتوزني فهيبقى وزن القطعه تقريبا 82 جرام 83 جرام في الحدود دي. واهم حاجه وانت بتقطعي كل قطعه والتانيه تغطيها بكيس من البلاستيك عشان ما تنشفش منك، وهتسيبيها ترتاح تاني 10 دقايق. هجيب ورق الزبده بتاعي اللي هو بيتغسل ده، وهبدا ان انا افرد عليه عشان هيسهل معايا ان انا اشيل الرغيف من عليه بسهوله. هرش دقيق تحت الرغيف، وهرش دقيق فوق الرغيف، وهبدا ان انا افرد سواء بقى بالنشابه او بالمردنه اللي متاح عندك، لحد لما احصل على عجينه رقيقه وحلوه. ما تبقاش رقيقه قوي وبرده ما تبقاش تخينه. هكون مسخنه طاسه معايا على النار او الجريل بتاعي على النار زي ما انت شايفه على نار عاليه، وهبدا ان انا احط العجينه بتاعتي وواقفه قدامه، مش هسيبه ولا هروح في اي حته. وهبدا ان انا لما الاقيه نشف اقلبه على الناحيه التانية، واتابع معاه كده، وابدا اقلب مره على الناحيه دي ومره على الناحيه دي. مش بيطول على النار، وما تهدلوش النار عشان ما ينشفش، انا محتاجاه يفضل طري معايا. مجرد ما يبدا ياخد لون من الجهتين هشيله على فوطه واغطيه كويس من الناحيه التانية برده بفوطه، وهتطلع معايا بالنتيجه اللي انت شايفاها دي. ولو انت عاملاه من بدري شويه وخايفه ان هو ينشف، لفي الفوطه نفسها في قلب كيس. تعالي بقى عشان نعمل التوميه. هنجيب كوبايه من الميه، عليها معلقتين كبار من النشا، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي على البارد. هندوب النشا في الميه دي ونولع عليهم بقى النار، وايدينا فيهم مش هنسيبهم ابدا، والنار ولع عليهم كده زي ما انت شايفه، وايدينا فيهم باستمرار، عشان لو سبتيه الخليط ده هيكلكع منك وهيتحول لكتل. احنا مش عايزين كده، عايزين ايدينا تفضل فيه لحد لما يتقل ويبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، من غير اي تكتلات نهائي. هو كده الخليط بقى جاهز معايا. بسيبه بقى على جنب لما يبرد خالص، وهبدا ان انا استخدمه في عمل التوميه. انا بعمل التوميه باسهل طريقه في الدنيا يا جماعه، وابسط مكونات ومش مكلفه خالص. خلاص الخليط بتاعي على جنب بقى، لما يبرد خالص اكون عملت الشاورما. جبت بقى بصل وطماطم وفلفل اخضر وفلفل اصفر، عملتهم بقى حلقات زي ما انت شايفه كده شرايح، ورصيتهم في صينيه، وحطيت عليهم شويه صغيرين من الزيت وشويه ملح وقلبتهم. انا هكتفي بالملح بس علشان خاطر انا هحط عليهم الشاورما، والشاورما متبله وجاهزه. جبت الشبكه دي بقى بتاعه الفرن، وكان اول مره اعمل الشاورما بالطريقه دي، وعايزه اقولك انها طلعت خرافيه، وطلعت لي الشاورما كانها معموله على السيخ بالظبط. عملت بقى الشاورما بتاعتي، فردتها على الشبكه، وحطيت عليها بقيه التتبيله، وغطيتها بورق زبده وبعدين ورق فويل، ودخلتها الفرن. وعلى ما تستوي كنت عملت بقى التوميه، اللي هو الخليط اللي انا عملته ده كان برد، حطيته في الدورق، وحطيت عليه معلقه
من الخل وعلبة زبادي من اللي هي 110 جرام وشوية ملح وشوية من الزيت، حوالي معلقتين زيت، وضربت الخليط ده مع بعضه كويس قوي وحطيت له معلقة كبيرة من التوم، وده اللي هيديله طعم التومية. وبس كده بقت التومية جاهزة معايا. خليط رائع يا جماعة، ودي اسهل واوفر واحلى طريقة للتومية، معتمداها بقالي سنين، وطلعت معايا صوص التومية بالشكل الرائع اللي انت شايفاه ده. وعلى فكرة لما بيدخل التلاجة بيتقل اكتر من كده، يعني ده وهو لسه معمول. بصي قد ايه قوامه فلافي كده وحلو جدا. الشاورما بتاعتي لما استوت ولعت لها من فوق اخدت لون، طلعت بالشكل الرائع ده، وكانت بقى الخضار من تحت كان استوى، وقلبتهم على بعض بقت حاجة كده رائعة. ليه بقى انا عملت الطريقة دي؟ الطريقة دي ادتني الخضار لوحده زي ما بتوع الشاورما بيعملوا، واللحمة لوحدها، يعني ده اخد سوا لوحده وده اخد سوا لوحده، وهو ده بالظبط اللي بيعملوه بتوع الشاورما على السيخ. جبت بقى العيش التورتيلا بتاعي، فردته ودهنته بالتوميه وبدات ان انا احشيه. اول مره عملته ما قفلتش الاجناب بتاعته، تاني مره عملته قفلت الاجناب، وطبعا ده اداني نتيجه افضل بكتير جدا. ولما الكميه كلها اكتملت معايا حمصتها بقى على الجريل على البوتاجاز، وكانت رائعه. طبعا انت عايزه تحطيها في التوست ميكر ماشي، عايزه تحطيها في صينيه مدهونه في الفرن وتديلها تحميصه من فوق ومن تحت، هتبقى معاكي زي الفل. ولو وصلتي معايا لحد هنا بشكرك على متابعتك ليا، وما تنسيش تتابعيني.